أيها السادة، هذه أحاديث وردت في شأن المهدي. هل هو على الأبواب؟ إن كان كذلك فمرحبا به. جنده وأنصاره نحن نؤيده نعاضده نحوط به إحاطة السوار بالمعصم، وإن لم يكن على الأبواب فنحن نعمل حتى يظهره الله وحتى يقترب وقته ويكون على أبوابنا. ولكن الذي يهمنا الآن أن نعرف مجموعة من التوجيهات التي يحتاجها كل مسلم في أجواء الفتن وفي أزمنة الفتن التي نعيشها نحن، هذه الأزمنة الحرجة والخطيرة والحساسة التي يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهذا ما نراه جهارا نهارا من حولنا. ترى الرجل عند الصباح يمد يده يعطيك ثمرة القلب وصفقة اليد على نصرة الدين، ثم تراه في اليوم الثاني عدوا لدودا في جبهة الباطل، في جبهة التخذيل، في جبهة التشكيك. أي قلب هذا الذي يحمل؟ قلب لم يثبت بدعائم الإيمان والحق، قلب مرتجف متزعزع، القلب الذي كلما هبت عليه زوبع الطرب ليس بقلب جنود المهدي أبدا. القلب الذي يؤثر فيه وسواس النفس ونزغ الشيطان وهمس شياطين الإنس من حوله لتشكيكه، هذا لا يصلح صاحبه أن يكون من جند الحق ولا من الحملة أبدا. راقبوا قلوبكم، تغيرها، تبدلها، اضطرابها، تزعزعها. اعرف الحق بقلبك ومن خلال ربك، من خلال الالتجاء إليه. فإذا عمي عليك الأمر فاسجدها سجدات بين يديه في العتمات، قل له دلني فأنا الحائر وأنت الدليل، والزمان زمان فتن وستبصرها كالشمس ساطعة في قلبك إن كنت صادقا. وإن كنت مريضا وفي قلبك مرض سيزيدك الله مرضا ويفرزك من الصف المؤمن وتلفظك دعوات الحق بعيدا بعيدا، لأن المرحلة ما عادت تحتمل الأنصاف ولا المترددين ولا المضطربين ولا المتشككين، وأمر الله نافذ بنا أو بدوننا، وسيقوم أمر الله شئنا أم أبينا، ناصرنا أم تركنا، أقبلنا أم أدبرنا، مدحنا أم ذممنا. احذروا أيها الأحبة وانتبهوا واعلموا بأن الزمان زمان فتن. ما صدقنا وقد ظهرت الحق رايح، لماذا نكسر أعوادها؟ لماذا نمزق قماشها؟ لماذا نلطخ نصاعتها بظن، بوهم، بشك خبيث، بمرض قلبي؟ لماذا؟ راية الحق ظهرت وستبقى ظاهرة، وستعجز قوى الأرض من أن تقف في طريقها أو تجهضها أو تسكتها. راية الحق عالية خفاقة ستبقى مستمرة حتى يأتيها المهدي على الأبواب أو تقف هي على أبواب المهدي. ولا بد من لقاء، ونصر الله الأكيد قادم، وكلنا قرابين للحق وللهدى وقف لله من هنا إلى أن نلقاه. في أجواء الفتن، في أجواء المحن، في أزمنة التخذيل والتشكيك والإرجاف والاضطراب، في زمان أطل فيه رأس ابن سلول مرة ثانية ولكن من خلال آلاف من أتباعه وأنصاره، في زمن تحرك فيه ابن سبأ من جديد يريد أن يعيد لنا مأساة الماضي وشرخ الأمة والفتن، في زمن أيها الأحبة، في زمن تحركت فيه قوى الشر وقل فيه الرجال وندر فيه الأتقياء والأصفياء. في زمن كهذا ما أحوجنا إلى توجيهات نحفظ من خلالها أنفسنا، قلوبنا، أفكارنا، أبناءنا، أسرنا، قبل أن نفاجأ بأننا في فسطاط الدجال ونحن لا ندري. الأمر جد خطير، فانتبهوا أيها السادة، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، واعلموا بأن حملة رايات الحق لن يتركوا، لا بد وأمر طبيعي أن يحاربوا بألف سلاح، وأن يقاوموا بألف لون من ألوان الكيد القذر الرخيص الدنس المنظم.
انتبهوا، حملة رايات الحق لن يرضى بهم دجاجلة الدين ولا كهنة الشريعة ولا الفساد ولا الإباحيين ولا المنتفعين من دماء الأمة. حملة الحق لابد أن تتحد جبهة شياطين الجن والإنس لإسقاطهم، للإيقاع بهم، لتشكيك الناس. فإذا اتخذ قرارك وموقفك واحفظ نفسك من خلال هذه التوجيهات، توجيهات في زمن الفتن وزمن الملاحم وما نحن مقبلون عليه قبل أن يفوتك الأوان وقبل أن يجرفك الطوفان. التوجيه الأول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. إذا أردت أن تنجو في أي معمعة فتنة ومحنة فما عليك إلا أن تتمسك بالكتاب والسنة. عليك بالكتاب والسنة وأهل الكتاب والسنة وحملة الكتاب والسنة، وما دون ذلك كله وهم وخداع وغش، سراب خادع، جزء من تآمر خبيث وجزء ومحور من محاور المسيرات الانحرافية التي تريد أن تودي بالدين والهدى والفطرة لصالح الدجال وأذناب الدجال وأتباع الدجال. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ابحثوا عن الدين صافيا نقيا زلالا عذب الموارد بلا كدر ولا قدر. ابحثوا عن الدين من ينابيعه الأولى، دعكم أيها السادة من هذا الذي ترونه من صور الادعاء، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما يسأله الإمام علي رضي الله تعالى عنه عن المنجى في زمن الفتن، حينما قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال: فما المنجى منها؟ قال: كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليكم بهما. أخي، إن أردت تحري الصواب وعن ناظريك يزول الحجاب، فابحث بصدق عن الطائفة بنص الرسول وآي الكتاب. التوجيه الثاني أيها الأحبة، إياكم والعراق وأرضها وجبل الذهب. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. والمقصود بالمشرق هنا العراق وأرض العراق. فقد روى مسلم الحديث بزيادة عن سالم بن عبد الله ابن عمر قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تأتي من ها هنا، أي من جهة العراق. وروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، أي يبنون مدنا، وإن مصرا منها يقال له البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون فيها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون فيصبحون قرد وخنازير. وفي رواية للثعلبي: تجتمع فيها جبابرة الأرض. انظر كتاب التذكرة الإمام القرطبي الفتن. أما عن جبل الذهب الذي يظهر بالعراق بانحسار فراته وانكشافه عنه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. رواه البخاري في كتاب الفتن عن أبي هريرة. وفي رواية مسلم زيادة: فإنه يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. إياك يا عبد الله، ثم إياك والعراق
وابتعد عن جبل ذهبها، فهذا توجيه هام. وليس معنى هذا أي أحبتي ترك نصرة العراق وما يخطط لها الآن، إنما تنصر وتؤيد، ولكن لا أرى الأحداث الأخيرة إلا توطئة وتمهيدا لهذا الذي يجري. فلقد جاءت أوامر أمريكية إلى تركيا بإيقاف ضخ نهر الفرات إلى العراق وبناء حواجز وسدود، ولا أرى هذا إلا مقدمة حتى ينحسر ماء الفرات ويظهر جبل الذهب. ولقد وردت أخبار وتسربت عن طريق شبكات الانترنت بأن الأقمار الصناعية رصدت جبالا من الذهب في قلب العراق في مجرى نهر الفرات. وما الحملة الأمريكية على العراق إلا هدفها النفط والذهب، فإذا كان الذهب ذهبا فالنفط ذهب أسود أيضا، فالمقصد هو ذهب العراق أيها الأحبة أبيضا وأصفرا وأسودا. إذا أردنا أن ننصر العراق فإيانا أن نترك واجب النصرة ونسعى لاستيطانها أو لأخذ كنزها وذهبها إذا ما انحسر وانكشف. احذر من هذا، وقف عند حدود النصرة فقط والتأييد والدعم. التوجيه الثالث: لا تكن في جيش الخسف، وسارع في مبايعة المهدي حين الظهور إن استطعت. إن الجيش الذي سيرسل إلى المهدي لقتاله هو جيش بئيس، جنوده مسلمون، منهم المكره على القتال ومنهم المستبصر العامد القاصد للغزو، وسيخسف بهم جميعا ثم يبعثهم الله على نياتهم. فلا تكن نهايتك مشؤومة تموت خسفا وإن بعثت على نيتك. ثم سارع إلى مبايعة المهدي، فقد علمت في الأحاديث الصحيحة صفته ونعته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، أي جيش، فإذا كانوا ببيداء، طبعا بالبيت أي هنا بالكعبة، يعوذ عائذ بالبيت أي بالكعبة، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أم سلمة وعائشة، وهذه رواية مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ثوبان ووافقه الذهبي. إذن المهدي سيظهر، قرب الزمان أم ابتعد قصر أمطار، فإذا ما ظهر بأمارات، وإذا ما ظهر سيجلي الله أمارات واضحة في ظهوره. فإن استطعت أن تبايع فبايع، وإلا وطن نفسك أن تكون من الأنصار أينما كنت وكيفما كنت، ولكن كل الحذر أن تدخل في الجيش الذي يرسل إليه فيخسف الله بك. التوجيه الرابع: تعلم فقه هذه المرحلة وكن على يقين من ربك، وعليك بتعلم فقه أحداث آخر الزمان وتقوية يقينك بالله وتوطيد علاقتك بربك سبحانه، فإن الفتن لن تدع أحدا إلا لطمته لطمة، فمن كان يعلم بها قبل ذلك نجا، ومن كان قوي الإيمان صحيح اليقين بربه فاز. روى ابن حماد بسنده عن أبي ثعلبة الخشني قال: أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم، فمن كان منكم على يقين من ربه أتته فتنة بيضاء، ومن كان منكم على شك من ربه أتته فتنة سوداء مظلمة، ثم لا يبالي الله في أي الأودية هلك. فتعلم فقه هذه المرحلة من خلال ملازمة الغرباء وطائفة الحق. التوجيه الخامس: الزم الحجاز أو الشام أو بيت المقدس أو جبل الطور إن استطعت. المعقل من الملاحم في الشام، والمعقل من الدجال مكة والمدينة والشام والسواحل. فقد روى ابن حماد في الفتن بسند عن ابن حبيب قال: أنجى الناس من فتنة الصيلم أهل الساحل وأهل الحجاز، يعني أنتم أهل سوريا أنجى الناس من فتنة الدجال ومن فتن آخر الزمان. روى بسنده عن ابن مرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عقر دار الإسلام بالشام. وفي توضيح أكثر تحديدا للشام ورد الأثر التالي: معقل المسلمين من الملاحم مدينة يقال لها دمشق. وروى ابن حماد وغيره بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يبلغ كل منهل إلا 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد طور سيناء، والمسجد الأقصى. إذن يا أهل الشام الزموا الشام، مهما عرض عليكم من عقود العمل، مهما أطمعوكم بالدولار واليورو وبالرفاه والغنى، عليكم بالشام، عليكم بالشام. من هنا ستنطلق الشرارة، ومن هنا ستبدأ المسيرة، والمعقل ها هنا، وخلافة الله هنا سيبنى فسطاطها، والدجال هلاكه على أيدي أبناء الشام، وذبح اليهود سيكون على يد أبناء الشام بإذن الله الواحد الديان. التوجيه السادس: إذا رأيت الآيات السماوية الرمضانية التي وردت في بعض الآثار كالنجم المذنب والصوت المرعب الفظيع، فافزع إلى التسبيح، فإنه في شهر رمضان قبل ظهور المهدي سترى علامات في السماء، ويكون بعضها مخيفا مرعبا كالهدة والرعدة والصوت الرهيب الذي قد يكون بسبب ارتطام بعض النيازك بكوكب الأرض، فيحدث عند احتكاكه بالغلاف الجوي صوتا فظيعا، أو بسبب انفجار نووي هائل، أو غير ذلك من الأسباب. وإننا أيها الأحبة لنعلم بأن صوت الرعد يملأ القلوب رعبا، مع أنه لا يقارن البتة بصوت تلك الهدة الرمضانية التي وردت في كثير من الآثار. ونحن إذا أحسسنا بهذه الهدة يجب علينا أن ندخل بيوتنا وأن نغلق أبوابها ونوافذها، ونخر لله ساجدين نقول: سبحان القدوس، سبحان القدوس ربنا القدوس. وهنا نعلم يقينا أن الفتن بدأت فعلا، وأنه بقي زمان ليس بطويل أبدا على أن يكون المهدي على الأبواب، فنعد الطعام لأهلنا ما يكفي لفترة طويلة مليئة بالفتن والأزمات. فقد روى ابن حماد بسنده عن ابن مرة قال: آية الحدثان في رمضان علامة في السماء، بعدها اختلاف في الناس، فإن أدركتها فأكثر من الطعام ما استطعت. وبسنده أيضا إلى خالد معدان: فمن أدرك ذلك فليعد لأهله طعام سنة. ولا أرى الأحداث الأخيرة إلا مقدمة لهذا الانفجار النووي الهائل الذي سيغير معالم ومجريات الأمور على مستوى الكرة الأرضية. فاستعدوا وتعلموا فقه المرحلة، وكونوا رجال وقتها، وكونوا جندها. التوجيه السابع: اعتزل كل الفرق الضالة والمضلة والقاعدة والمخذلة والتي فيها غباش وضباب وانحراف وزيغ عن الكتاب والسنة. قال ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد. قال ابن حجر: اختلف السلف في أصل العزلة، متى تكون ومتى لا تكون، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة العامة ترجحت العزلة، أما قبل الفتنة العامة فلا تجوز. كثير من الناس يستشهد بهذه الأحاديث ويبرر انعزالهم عن أداء الواجب وتركهم لأمانة الله سبحانه وتعالى. متى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتزال؟ حينما يعم الأرض كاملة الظلم والجور، وتظهر قوى الدجال وتظهر الملاحم والفتن، ولا يستطيع أحدنا أن يعلن شعيرة من شعائر الله، لا أذانا ولا مجلس كهذا ولا خطبة ولا لما نعجز عن إعلان شعيرة صارت الفتن العامة هناك تؤمر بالاعتزال. أما والحمد لله طالما الأمور ما زالت على خير، مساجدنا مفتوحة وحلقات الحق تمتلئ بأهلها وبيوت الله تعمر، فإذا ما زالت العزلة بعيدة أيها الأحبة.
وروى البخاري في صحيحه من حديث طويل قال: قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هناك مرحلتين في الحديث أيها الأحبة. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والواو هنا واو عطف، فلربما كان هناك جماعة للمسلمين بلا إمام، فالزمها. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إن كانت الجماعة والإمام هنا الواو واو التشريك، فإن كانت جماعة لوحدها فالزمها. فإن لم يكن لا جماعة ولا إمام، كلاهما انعدم وكلاهما لم يبق له وجود، حينها اعتزل كل شيء ولا تسر مع أحد ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي مكان الاختباء والابتعاد. والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه البخاري تحت باب بعنوان: إذا بقي في حثالة من الناس. قال ابن حجر: وهذه الترجمة هي لفظ حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فما تأمرني؟ ابن عمر يقول: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. وما أرى زماننا هذا إلا وقد مرجت فيه العهود وضيعت الأمانات وفسدت الضمائر إلا من رحم الله، ولكن ما زال هناك متسع للخير ومجال للبناء أيها الأحبة. وعلى هذا نفهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون. يعني ليس معناه أن تترك واجبا، أي أيتها الجماعة المؤمنة تماسكي، اتحدي، تضامني، واثبتي وسيري. عليكم أنفسكم، وابدأوا بدعوة الناس، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا فلن يضركم هذا الضلال، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن لا تعطلوا الواجب كما أولها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إلى الله مرجعكم جميعا. أيها الأحرار الغرباء، سيروا، لا يؤثرن عليكم ذم الذامين، ولا إرجاف المرجفين، ولا تشكيك المشككين. لا يؤثر عليكم من انسحب من الصف، أو من ترك المسيرة، أو من خذلكم، أو من خالفكم. لا يضركم آلاف من الوجوه تمر عليكم ثم تنمحي وتزول وتعود إلى قعودها ودنياها تحت تبرير نفسي وشخصي. لا يضركم، استمروا في المسيرة، سفينة الإيمان تمضي، لا تبالي بالرياح. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. التوجيه الثامن: عليك بالنقاء والخفاء ودعاء الغريق إذا اشتدت الفتن وما عاد قائم لله بالحق. روى ابن حماد بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس في الفتن كل خفي نقي، إن ظهر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، لا يخلص من شرها أي الفتن إلا من أخلص الدعاء كدعاء الغريق في البحر. عليك بتطهير قلبك وتنقيته من أمراضه، الرياء، العجب، الكبر، الحسد، سوء الظن، وغيرها من الأمراض التي تميت القلوب فلا تثبت في الفتن، نسأل الله السلامة. أما حب الظهور والتطلع للشرف والوجاهة والأمارة والصدارة فإن فيه الشقاء والهلاك،
والزم الدعاء الملح المخلص الخارج من القلب، الذي يواطئ فيه القلب اللسان تماما، كحال الغريق في البحر الذي يخرج الدعاء من قلبه وعقله وكل شعره. كيف لا وهو لا يتوانى أن يتعلق بقشة لأنه غريق. فهذا لعمر الله والدعاء النافع أيام الفتن، فالزمه من الآن. التوجيه التاسع والأخير: اعرف قصة المسيح الدجال حتى لا تفتن به، والزم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، تستغني عن طعامه وشرابه. وفي حديث عظيم الشأن يرويه لنا أبو أمامة رضي الله عنه يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كيف نواجه الجوع والعطش أيام الدجال. قال: قيل يا رسول الله فما يعيش الناس يومئذ، يعني بماذا يعيشون؟ قال صلى الله عليه وسلم: التسبيح والتحميد والتكبير يجري عليهم مجرى الطعام والشراب. رواه ابن ماجه وابن خزيمة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن خزيمة: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب، وهو يحفظهم القرآن. فما أعظم هذا الحديث الذي ينبغي أن يتعلمه الناس هذه الأيام، فإنه ينبني عليه عمل، وهو مقاومة فتنة الجوع والعطش أيام الدجال. فالزم ذكر الله وقراءة القرآن، وتعود قيام الليل من الآن، في الرخاء يسعفك في الشدة. ومن التوجيهات أيضا عليك بحفظ سورة الكهف، أو العشر آيات الأولى منها على الأقل، أو العشر الأخيرة لتقرأها على الدجال إذا ظهر لك، فلا يضرك شيء. فإذا رأيته ونظرت إليه فاتفل عليه، فإنه شيطان، واقرأ عليه صدر أو خواتيم سورة الكهف، تنجو منه بإذن الله الواحد الديان. من خلال هذا التوجيه على الأمة أن تعي أنه عليها واجب الاستعداد والإعداد والتدريب على تحمل الجوع والعطش والشدائد، وعلى اعتياد الوقوف في محارب التعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. لن ينجينا إلا هذا أيها الأحبة، لن ينجينا إلا هذا الذي لسانه ليس رطبا من ذكر الله، وليس له وقفات في ليله، وليس له اعتياد دعاء مع الله على مدار اليوم، فهذا يمكن أن لا يثبت. تعود على هذا منذ الآن حتى تحفظ في الشدة به، وعود أسرتك على التقشف قدر المستطاع، واجعل لنفسك يوما أو يومين في الأسبوع تأكل فيها قليل الطعام وخشنه، أو لا تأكل فيها شيء أصلا، حتى تعود أبناءك وأسرتك على تحمل المجاعات القادمة، وعلى أن تكون وأسرتك من أسر الخنادق لا الفنادق. هذه توجيهات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الأثر والنفع. هذا الذي يهمنا أيها السادة الآن، وليس المهدي على الأبواب أم ليس على الأبواب، سيظهر أم ليس سيظهر، هو فلان أم علان. الذي يهمنا هو أن نعمل بهذه التوجيهات، وحينها إن ظهر المهدي فنحن رجاله، وإن لم يظهر فنحن جند الله نقوم برسالة المهدي إلى أن نلقاه، ولا يضرنا من خالف ولا من خذل، ولا يضرنا كل دجال على وجه الأرض. عليكم بأن تعرفوا هذه الحقيقة، ولا تشغلوا أنفسكم والمسلمين بهذه الأبحاث التي قرأت عشرات منها، فازددت حيرة وازددت تخبط، مع أنها في ذهني قد تكون مرتبة في كثير من أجزائها، ولكنني لست بجازم فيها البتة ولا أقطع فيها أبدا. فالأولى أن لا نبحث في تفصيلها، إنما نبحث في الواجب علينا، وماذا يجب أن نؤدي، وكيف يجب أن نقوم. وحي بك أيها المهدي، حي هلا بك، إن كنت على الأبواب أو إن كنت بعيدا بعيدا خلف ألف حجاب، فإنا جند الله سائرون على الطريق إلى أن نلقاه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، تتميما لهذا الموضوع، وبما أن المهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نطرح موضوعا يتعلق بآل البيت. وسأطرح هذا الموضوع بشكل جريء وصريح وواضح تحت عنوان: أهل البيت بين الإجحاف والإنصاف. أهل البيت بين الإجحاف والإنصاف. وبما أن المهدي منهم،
فلا بد أن نعرف من هم، وما هو واجبهم، وكيف علاقتنا بهم، وما هي حقوقهم من خلال كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا موضوع وللأسف مهمش تهميشا كبيرا، والذين يطرحونه من زواياهم الخاصة والضيقة، وهذا لا يفي بالغرض أبدا. فسأعرف بآل البيت من خلال بطاقة واضحة المعالم مع معرفة الواجب المتعلق بهم، وما هو الذي يجب علينا اتجاههم. وهذا سيكون في لقائنا القادم إن شاء الله في السبت المقبل إن أبقانا الله أحياء. سيروا رشدين. جزاكم الله خير.